أنت تعرف أن هناك قنبلة نووية ضائعة من أمريكا؟ نعم، حقيقية، ليست فيلماً ولا خيالاً. القصة بدأت سنة 1958 عندما كانت طائرة عسكرية أمريكية تقوم بمهمة روتينية فوق سواحل ولاية جورجيا. لكن حدث تصادم مفاجئ بين الطائرة وطائرة أخرى، وكان أمام الطيار قرار واحد فقط: إما أن يخاطر بحياة الطائرة والطاقم، أو أن يلقي بالقنبلة النووية في البحر. القنبلة، جزء من السلاح النووي الأمريكي، كانت قادرة على تدمير مدينة بأكملها في ثوان، لكنها اختفت تماماً بعد إسقاطها. البحرية الأمريكية أجرت عمليات بحث ضخمة باستخدام أحدث الغواصين والأجهزة، لكن لم يتم العثور على أي أثر لها، وكأنها ابتلعتها الأرض. البعض يقول إنها مدفونة في قاع البحر، والبعض الآخر يعتقد أنها تفككت مع الوقت. لكن الحقيقة أن لا أحد يعرف مكانها حتى الآن. تخيل لحظة: سلاح نووي حقيقي ضائع، مكانه مجهول، والوقت يمضي والبحر يحتفظ بسره. لو حدث أي تفاعل غير متوقع، هل يمكن أن تتحول هذه القنبلة إلى كارثة؟ أم أنها مجرد قطعة معدنية غير مفعلة؟ الحقيقة ليست واضحة، وهذا ما يجعل القصة أكثر رعباً من أي فيلم، لأن أخطر الأشياء أحياناً هي الأشياء التي لا نراها. هذه القنبلة الضائعة ليست مجرد حادثة تاريخية، بل تذكير بأن أخطر الأسلحة في العالم ليست تحت سيطرتنا بالكامل، وأن قرار شخص واحد يمكن أن يغير مصير الملايين. فكر في الأمر جيداً: ماذا لو اكتشفت بالصدفة؟ ماذا لو حدث أي خطأ؟ هذه ليست خرافة، هذا هو الواقع المرعب للقنبلة النووية الضائعة.